أخواني أخواتي، مرحبا بكم. تخيل أن دواء ينقذ حياتك لكنه يهدد مستقبلك المالي. هذا هو واقع آلاف المغاربة مع أدوية السرطان والأمراض المزمنة. اليوم وزارة الصحة تعلن تخفيض أسعار بعض الأدوية والكل يصفق، لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا سيتنفس المرضى السعداء، أم أن القرار سيبقى حبرا على ورق؟ ومن المستفيد الحقيقي، المريض أم المنظومة؟ في هذا الفيديو سنحلل القرار ونكشف ما الذي تغير فعلا وما الذي لم يتغير بعد. في خطوة تحمل أكثر من دلالة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أثمنة عدد من الأدوية، من بينها أدوية موجهة لعلاج بعض الأورام السرطانية، وهو قرار لقي ترحيبا واسعا من طرف الأطباء والمهنيين، لكنه في الوقت نفسه فتح بابا للنقاش حول مدى عمقه ونجاعته على أرض الواقع. من حيث المبدأ، لا يمكن إلا اعتبار هذا القرار خطوة إيجابية طال انتظارها، خصوصا في بلد ما زالت فيه كلفة العلاج تمثل عبئا ثقيلا على الأسر، خاصة في حالات الأمراض المزمنة والخطيرة. فارتفاع أثمنة الأدوية وعلى رأسها أدوية السرطان كان سببا مباشرا في انقطاع الكثير من المرضى عن العلاج أو اللجوء إلى حلول ناقصة وغير فعالة، ما يحول المرض من تحدي صحي إلى مأساة اجتماعية. لذلك فإن تخفيض الأسعار قد يساهم فعلا في تحسين الالتزام العلاجي ويمنح المرضى فرصة حقيقية للاستمرار في العلاج بكرامة. غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في صدور القرار بل في كيفية تطبيقه. التجارب السابقة تجعل التخوف مشروعا. هل ستنعكس التخفيضات فعلا على الفاتورة التي يدفعها المواطن في الصيدلية، أم ستظل أرقاما منشورة في الجريدة الرسمية دون أثر ملموس؟ وهنا تكمن الحاجة الملحة إلى آليات مراقبة صارمة وشفافة تضمن أن المستفيد الأول من القرار هو المريض وليس حلقات أخرى في سلسلة التسويق. ومن زاوية أخرى، يحمل هذا القرار بعدا ماليا واستراتيجيا مهما، لأنه يخفف الضغط على ميزانية التغطية الصحية الإجبارية التي تلتهم الأدوية وحدها حوالي 30% من التكلفة العلاجية. وإذا ما تم تعميم التخفيض ليشمل أدوية أخرى مرتفعة الثمن، فقد يسمح ذلك بعلاج عدد أكبر من المرضى دون المساس بتوازن الصناديق، وهو رهان حاسم في سياق تعميم الحماية الاجتماعية. لكن وبرأيي الشخصي كمواطن مغربي، لا يجب أن نتعامل مع تخفيض أثمنة الأدوية كحل سحري لمشاكل المنظومة الصحية. الدواء جزء من الصورة فقط، بينما أصل الإشكال أعمق ويتعلق بالوقاية وبالولوج المبكر إلى الفحص وبجودة الخدمات الصحية وبالتعريفة المرجعية التي لم تعد تعكس الواقع. فالمواطن ما زال يؤدي من جيبه نسبا مرتفعة من تكاليف العلاج، وهذا يتناقض مع فلسفة التأمين الصحي في حد ذاته. والأهم من ذلك إخواني أخواتي أن هذا القرار يضعنا أمام سؤال جوهري: هل نحن بصدد إصلاح حقيقي وشامل لمنظومة الدواء، أم مجرد إجراءات جزئية لتخفيف الضغط الاجتماعي؟ فإذا كان الهدف هو القطع مع مغرب السرعتين في العلاج كما دعت إلى ذلك التوجيهات الملكية، فإن الأمر يتطلب رؤية متكاملة تشمل التسعير والمراقبة ودعم الصناعات الدوائية والوطنية وتحديث نظام التعويض، وربط كل ذلك بسياسة وقائية قوية تقلل أصلا من الحاجة إلى العلاج المكلف. هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يجب أن يكون الأخيرة، بل ينبغي أن يشكل بداية نقاش وطني واسع حول عدالة الولوج إلى الدواء، وحول دور الدولة والقطاع الخاص وصناديق التأمين وحتى المواطن نفسه في بناء منظومة صحية أكثر إنصافا واستدامة. فالسؤال المفتوح اليوم هو:
هل نريد فقط أدوية أرخص أم منظومة صحية تعالج المواطن قبل أن ينهكه المرض؟